تخيل تصحى من النوم تلاقي عندك رغبة شديدة في الرقص من غير مزيكا ولا حتى مهرجانات، وبدون أي سبب منطقي. تحس إنك اتجننت ومش قادر تسيطر على نفسك. تخرج من البيت تلاقي البلد كلها بترقص. كلنا نعرف عن الرقص انه روقان وفرفشه، حاجه كده تخرج بيها الطاقه السلبيه اللي عندك. انما اللي ما تعرفوش انه ممكن يموت لو كان مزمن، لانه مرتبط بظاهره من الاغرب عالميا، مرض طاعون الرأس. ودي حاله من الهستيريا الجماعيه حصلت في اماكن كتير، اشهرهم لما حصلت في مدينه ستراسبرج في شرق فرنسا، وكانت في الوقت ده جزء من الامبراطوريه الرومانيه. لما اصاب المرض ده 400 شخص، والمده اقل من شهرين بايام بيرقصوا، لحد ما توفى عدد كبير منهم بالنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه، وعدد كبير انتقل للمستشفيات في حاله حرجه. الحكايه بدات لما ست اسمها فراو ترافيا خرجت من بيتها وبدات ترقص في شوارع المدينه بحماس غريب، ومع محاوله جوزها والاطباء والاساوسه انهم يوقفوها عن الرقص، لكنهم فشلوا في انهم يوقفوها تبطل رقص، علشان بعد 6 ايام ينضم ليها 34 شخص ويشاركوها نفس النشاط بنفس الحماس. وبعد اليوم السادس نقلوا تروفيا لكنيسه في مدينه سافير، تحديدا لمزار القديس فايتس والملقب بقديس الرأس، ظنا منهم انه لعنها بسبب خطاياها. ولكن بعد نقل تروفيا للعلاج كان الموضوع انتشر في المدينه بشكل مرعب، ولمده شهر كامل تحول ال 34 فرد ل 400 شخص راقص. طبعا للوهله الاولى هتحس ان دي اسطوره وحدث خيالي ملفق ومش حقيقي، لكن للاسف الحدث ده مثبت وموثق في مصادر كتير، زي مذكرات طبيب شاب للكاتب ميخائيل بولغاكوف وكتاب المواعظ في كاتدرائيه المدينه، والمذكرات الصادره من مجلس مدينه ستراسبرج، ومثبت كمان في السجلات المحلية والإقليمية للمدينة. ومع انتشار وباء الرأس بين الناس بدأ بعض نبلاء المدينة في التدخل، خوفا منهم لإصابتهم بالعدوى لو تحول الموضوع لجائحة. وبالفعل لجأوا لنقابة الأطباء المحليين، واللي قالوا إن وباء الرأس مرض طبيعي وملوش أي علاقة بالأساطير ولا المعجزات، وده بيحصل نتيجة زيادة ما أطلقوا عليه الدم الحار، وده بيخلي المرضى ينتفضوا في شكل رقصات جنونية لخفض حرارة الجسم. وبالفعل بناء على التشخيص ده وصفوا علاج للمرضى، وهو عن طريق نصيحة قدموها للنبلاء والمسؤولين، وهو انهم لازم يشجعوا الناس على مزيد من الرقص علشان يشفوا من المرض ده. وبالتالي خصص النبلاء قاعتين للرقص، وفتحوا سوق الخيل والحبوب قدام الناس للرقص، وبنوا لهم منصة للرقص عليها، ولجأوا لعشرات من الموسيقيين، لان الراقصين ال400 دول كانوا طول الوقت اللي فات ده بيرقصوا من غير مزيكا. ولكن الحل كان كارثي، لانه زود عدد الراقصين وعدد الوفيات عن معدلها الطبيعي، واللي كان 15 فرد في اليوم. لذلك طلعت آراء تانية بتحاول تفسر الحالة، ففي اللي قال ان دي حالة تسمم جماعي انتقل للناس عن طريق فطر الخبز، واللي بيسبب حالات من التشنجات والهلوسة، وحاولوا يدوهم علاج ضد التسمم بالفطر ده، ولكن ما جابش برضو اي نتيجة. وطلع رأي ثالث وتم ترجيحه بنسبة كبيرة، وهو ان دي بالفعل لعنة القديس فايتس، وده بسبب حالة تروفيا اللي اتحسنت بالفعل بعد ما نقلوها لمزار القديس فايتس. وقبل ما نعرف انتهت أزمة سكان ستراسبرج ازاي وانتهت أزمة طاعون الرأس ازاي، لازم نعرف ان الظاهرة دي مش هي الأولى من نوعها، بل فضلت تتكرر من القرن ال14 لحد القرن ال17، وكان بينتقل من مكان لمكان في أوروبا. وبدأ لأول مرة أن يرصد في مدينة آخن الألمانية سنة 1374، ولكن أشهر حالات طاعون الرأس كانت حالات ستراسبرج، وكانت أكثر الحالات شهرة وأكبرهم عدد في المرضى 400 فرد. طب انتهى ازاي طاعون الرأس؟ كل اللي حصل أن السلطات جمعت الراقصين ونقلتهم لمزار القديس فايتس، لنفس المكان اللي اتعالجت فيه تروفيا، وحطوا المصابين تحت تمثال القديس، وجهزوا طقوس وأجواء من الماء المقدس والزيت والبخور وبعض التلاوات باللغة اللاتينية. وبمجرد ما بدأت الناس تتحسن انتشر الخبر في أوروبا كلها، وبناء عليه أصبح الضريح مزار للحجاج خلال أيام. وبالفعل بعد أقل من شهر في الإقامة في الظروف دي قل عدد المصابين بمرض طاعون الرأس جدا، بعد ما استمر من شهر 7 لنهاية شهر 8 سنة 1518 بمحصلة وفيات نهائية غير معروفة، ولكن بمعدل 15 فرد في اليوم كأقصى حد. وبرغم مرور 500 سنة على الحدث ده ومع تطور الطب، إلا إن مفيش آراء واضحة لمرض طاعون الرأس، إلا إن من أغرب الآراء اللي اتقالت هو رأي الطبيب براسيليوس، وهو واحد من أهم الأطباء في أوروبا في الوقت ده، واللي قال عن الظاهرة دي إنها بدأت بسبب رغبة تروفيا المصابة الأولى في إحراج زوجها ومضايقته، ولأنها نجحت برقصها المستمر في ده فعلا بدأت الستات التانية في المدينة تقلدها، لحد ما الموضوع تطور لعدوى ومرض بينتقل بين الناس بسبب الهستيريا الجماعية. يعني اللي حصل ده كله بسبب واحدة ست عايزة تضايق جوزها. أنت بقى إيه رأيك؟ تفتكر مرض طاعون الرأس ده مرض له أسباب عضوية ولا نفسية؟